الوقت المستقطع يطلب المدرب السيد كمال لقنون. كمال لقنون مدرب نادي الرابطة البيضاوية يطلب وقتا مستقطعا. نتيجة الآن 5-1 بعد مرور تقريبا 3 دقائق و54 ثانية. مباراة جميلة جدا، مباراة فيها حركية، فيها ديناميكية كبيرة. نعم النهضة البركانية نعم بالنسبة لهذا الفريق شاهدوا هنا تمريرات ممتازة من اوتسيندا إلى اللاعب حسين الذي يمنح فريقه هدفا جيدا. وهنا هدف اللاعب إبراهيم حفيظ لاعب الرابطة البيضاوية، وهدف سمير قروش بعد تمرير من اللاعب سعيد مغيز. نعم شاهدوا سعيد مغيز إلى سمير قروش الذي يسدد وينجح في هزم الحارس هشام بنقادي. هجمات جيدة من فريق بركاني، منتظم وفي هجماته، منظم في خطوطه، يلعب بطريقة ممتازة. نعم سمير قروش هذا اليوم لقاؤك، قد يكون لقاؤك يا سمير يا قروش. سمير الهداف نعم يصنع الفرجة للجماهير البركانية، نعم من أفضل الجماهير البركانية والجماهير البيضاوية، بالإضافة إلى الجماهير المراكشية نعم يشجع من فرقها. ولا ننسى جماهير وداد سمارة، نعم جماهير تساند الفريق محل وارتحل رغم أن هناك مسافة طويلة بين سمارة والرباط، لكن هناك جمهور قليل بالعشرات يذهب ويسافر عبر الطائرة من مدينة العيون إلى الرباط. ضاعت الفرصة على فريق الرابطة البيضاوية، تسرع من لاعب فريق الرابطة البيضاوية. نعم التسرع قد يضيع عليهم فرصة تسجيل الهدف الثاني في هذا اللقاء. نعم قد يضيع عليهم فرصة تسجيل الهدف الثاني. سمير قروش اليوم يعني وجه ثاني غير الوجه الأول له في الدوري المصغر السابق في الموسم الماضي. نعم يلعب بطريقة جيدة. اليوم هذا المساء مساؤك، أو هذا اليوم صباحك. نعم الساعة تشير يعني 34 دقيقة أو 36 دقيقة بعد منتصف الليل. نعم صباح سعيد لكل السادة المشاهدين، وتحية عاطرة لكل الجماهير المغربية المشاهدة لهذا اللقاء. سمير قروش يمر الكرة إلى مغيز، سمير قروش إلى مغيز مرة أخرى إلى تشارلي أوستيندا إلى مغيز يحاول يسدد، صد بنقادي ليمنح الثقة للاعبين البيضاويين. هجمة بيضاوية، كرة مع أصدقاء اللاعب برخان وملعوبة الكرة إبراهيم حفيظ، وهدف يضيع من إبراهيم حفيظ. صد الكرة إبراهيم. إذن الخطأ 9 أمتار لمصلحة الرابطة البيضاوية. الكرة بيضاوية، الكرة لمصلحة الفريق البيضاوي ممثل منطقة درب غلف. هنا الفرصة بيضاوي وهدف. نعم هدف يسجله فريق الرابطة البيضاوية عن طريق لاعب إبراهيم حفيظ ليحفز لاعبيه على المضي قدما لتسجيل أهداف أخرى في هذا اللقاء. ولما لا تعديل النتيجة في قادم الأوقات، في قادم الدقائق في هذا اللقاء. سمير قروش إلى تشارلي أوستيندا يمر الكرة إلى زميله، ومحاولة من أصدقاء اللاعب محمد قداوي تشارلي أوستيندا، سعيد مغيز مرة أخرى تشارلي إلى سعيد إلى تشارلي، وكرة ملعوبة من اللاعبين الامريكانيين. سعيد مغيز يحاول السيطرة على الكرة ليحصل على خطأ 9 أمتار لمصلحة الفريق البركاني في هذا اللقاء. الفريق الثاني الممثل لمدينة شرقية في شرق المملكة. وهناك هدف تشارلي أوستيندا يجد الثغرة، يفتح الثغرة في الدفاع البيضاوي ليسجل هدفا آخرا له في هذا اللقاء، وهدفا آخرا للفريق البركاني. أصبح نتيجة 6-2، وضاع الهدف من فريق الرابطة البيضاوية. بطاقة صفراء على اللاعب سعيد مغايز. حتى الآن تحكيم جيد في هذا اللقاء. نعم محاولة بركانية الآن وخطأ في تمرير الكرة. هجمة سريعة بيضاوية، محاولة تصويب على هدف. هدف من هذا؟ هدف اللاعب كريستيان أوبايونغ يسدد بقوة، ينجح في هزم الحارس البركاني. تصبح النتيجة 6-3 بعد مرور تقريبا 7 دقائق و30 ثانية من بداية غير محتشمة من هجوم كلا الفريقين. نعم
بداية غير محتشمة غير خجولة للفريق البيضاوي وللفريق البركاني. فرصة لتشارني أوستيندا، تشارني مر الكرة إلى سعيد مغايز وفرصة ودفاع المنطقة، محاولة تصويب ولكن خطأ يقول حكم المباراة. خطأ، نعم خطأ لمصلحة اللاعب رقم 11 زهير الحسيني. نعم خطأ لمصلحة فريق النهضة الرياضية البركانية. 6 مقابل 3 مشاهدينا أحبة الكرام. إذن هو اللاعب صلاح الدين فارس. صلاح الدين فارس هو رقم 11 وليس اللاعب الحسيني كما قلت. نعم اللاعب صلاح الدين فارس الذي يحمل رقم 11 في نادي النهضة البركانية، مسجل لهدفين لفريقه. وهنا فرصة لمصلحة الفريق البركاني، فرصة عن طريق اللاعب محمد قداوي. نعم نادي النهضة الرياضية البركانية متقدم في النتيجة 6 مقابل 3. بداية المباراة شاهدوا لاعب تاتو ما شاء الله عليه، سواعده قوية وبنيته الجسمانية فيها قوة بدنية كبيرة، جسم فارع ما شاء الله على اللاعب الأفريقي. نعم الذي يريد تقديم مستوى جيد. عادل شنفر يحصل خطأ، نعم خطأ واضح 9 أمتار وخطأ ضد اللاعب سمير، خطأ ضد اللاعب قداوي والمرتكب الخطأ. ليس هناك حركة ماشي من اللاعب عادل شنفر. عادل شنفر بإمكانه خلق متاعب كبيرة للدفاع في نادي النهضة البركانية في هذا اللقاء. وجماهير النهضة البركانية قبل بداية المباراة وهي تشجع في الفريق قبل ضربة بداية. نعم جمهور أولتراس وجمهور أورانج بويس يعني أولاد البرتقالة، أبناء البرتقالة. نعم أولتراس تشجيعات متواصلة وقطعوا مسافة كبيرة من بركان إلى الرباط من أجل حب الفريق. نعم هم يحبون الفريق ويمنحونه الدفء في مدرجات ملعب هذا اللقاء، مدرجات قاعة بن ياسين بالرباط التي شهدت مباريات نهائية على مستوى كرة الطائرة المغربية وعلى مستوى كرة اليد وعلى مستوى كذلك كرة السلة الوطنية. مشاهدينا أحبة الكرام، أولتراس يشجعون بفريقهم، كذلك فصيل جمهور نادي الرابطة البيضاوية. إذا النتيجة الآنية 6 مقابل 3. 8 دقائق وتقريبا 45 ثانية مرت على زمن الشوط الأول في هذا اللقاء. مشاهدينا كرة مع حمزة مريخ، مر الكرة إلى عادل شنفر كرة مع أصدقاء برخان تصل الكرة إلى حمزة إلى تاتو إلى أوبايونغ والكرة مع حمزة، هل تضيع الفرصة؟ تشارني إلى سمير يعرقل سمير، رمية جزائية. نعم محق الحكم وبطاقة هي إيقاف، عملية إيقاف دقيقتين، إيقاف للاعب المرتكب للخطأ وهو اللاعب شاهدون. نعم عملية شد من القميص، نعم عملية عرقلة من اللاعب رقم 13 أوبايونغ لاعب نادي الرابطة البيضاوية اللاعب الجابوني. خطأ ورمية جزائية لمصلحة فريق النهضة الرياضية البركانية في تنفيذ الرمية الجزائية. اللاعب تشارني أوستيندا، هذا لاعب كونغولي، نعم لاعب كونغولي. تشارني أوستيندا، الصغار والصغيرات يحضرون هذا اللقاء. تشارني أوستيندا كونغولي وجه لوجه مع بنغادي، يصد الكرة بنغادي، تشارني وهدف لتشارني على يسار حارس هشام بنغادي، الحارس الدولي الأسبق للمنتخب المغربي. تصبح النتيجة 7 مقابل 3. البركانيون متقدمون في النتيجة. نعم التفوق للفريق الضيف، الفريق المحلي هو نادي الرابطة البيضاوية في هذا اللقاء. مع عادل شنفر يتقدم الكرة، عادل يحصل خطأ، نعم خطأ 9 أمتار لمصلحة فريق الرابطة البيضاوية في هذا اللقاء. مشاهدينا يحاول أن ينجز هجمات بشكل جيد. نشاهد هنا دفاع رجل لرجل وخطأ يقول حكم المباراة 9 أمتار. نعم عرقلة
واضحة، وسبعة مقابل 3 في هذا اللقاء. نعم، يتابع المباراة عبر المنصة الشرفية وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين. إبراهيم حفيظ، الكرة إلى أيوب برخان وخطأ لمصلحة أيوب برخان. خطأ هناك إبراهيم حفيظ، كرة مع عادل شنفر، وعرقل هو الآخر من قبل لاعب رقم 11 صلاح الدين فارس. هذا اللاعب الذي يريد أن يكون فارس هذه المباراة ويمنح الثقة للاعبين يسجل الأهداف. مع إبراهيم حفيظ من الكرة حول التصويب، وحمزة مريخ يسدد، ولكن الحارس إبراهيم تصدياته جيدة. هذا الحارس الكبير، شاهدونا ردة فعل سريعة بيده اليمنى، أبعد الكرة إلى خارج الملعب. وهنا هدف لمصلحة فريق النهضة البركانية، الهدف الثامن عن طريق من؟ عن طريق لاعب سهيل الحسيني يسجل الهدف الأول له في هذا اللقاء والهدف الثامن لفريقه بعد مضي تقريبا 10 دقائق و50 ثانية. التفوق بركاني لممثل منطقة الشرق أمام نادي الرابطة البيضاوية، ممثل عصبة الدار البيضاء الكبرى. نعم، في هذا اللقاء في نهائي كأس العرش للموسم الرياضي الحالي 2013-2014. نعم، التفوق بركاني في هذا اللقاء لأن الفريق يهجم بشكل جيد، هجماته سريعة، هجماته منظمة، ودفاعه قوي بقيادة حارس المتألق إبراهيم. وهنا هدف من إبراهيم حفيظ، هدف من شأنه أن يحفز فريق النادي البيضاوي، فريق الرابطة البيضاوية، على تقديم مستوى جيد. شاهدوا تصويبة قوية في وسط المرمى، اصطدمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس بركاني في هذا اللقاء إبراهيم. كرة مع تشادي أوستيندا إلى سمير، محاولات اللاعب سمير قروش. سمير يحصل خطأ ضد اللاعب تاتو، ورمية جزائية. دقيقتان توقيف للاعب تاتو. نعم، تاتو يوقف بعد إيقاف اللاعب الجابوني الآخر أوبايونغ. هذه المرة اللاعب الجابوني الآخر، اللاعب الدولي تاتو، شاهدوا القامة الطويلة لاعب أوبايونغ. نعم، أوبايونغ صاحب القوة البدنية الكبيرة جدا، ما شاء الله عليها. نعم، ما شاء الله عليها، قوية جدا. هذا كمال جنون يبتسم ويقول ماذا يحدث لفريقي؟ هل الأمور ليست على ما يرام؟ نعم، هي الأمور ليست على ما يرام سيدي كمال، لأن فريق النهضة البركانية يغلق الزوايا الدفاعية ويفتح الزوايا الدفاعية في دفاع منطقة نادي الرابطة البيضاوية. تشارلي أوستيندا في تنفيذ رمية جزائية أخرى. نعم، هل ينجح في هزم حارسي الرابطة؟ ينجح أم لا؟ وينجح هذه المرة على يمين الحارس البيضاوي. تصبح النتيجة الآن 9 مقابل 4، 5 أهداف كفارق. التفوق بركاني. نعم، النهضة البركانية تريد أن تفوز بهذه الكأس. نعم، الفوز بالكأس يعني إنقاذ موسم. وهنا هدف من أيوب برخان، هو الهدف الخامس لفريق الرابطة البيضاوية. سمير قروش يسدد كرة، صد الحارس هشام بن قادي ليمنح ثقة شيئا ما لدفاع الرابطة البيضاوية في هذه المباراة مشاهدينا. نعم، 9 مقابل 5، 12 دقيقة و30 ثانية مرت على زمن الشوط الأول. وحاليا نادي النهضة البركانية يحاول الدفاع بشكل جيد على مستوى المنطقة. نعم، حتى الآن نادي الرابطة البيضاوية يجد صعوبة كبيرة في إيجاد ثغرات أكبر في دفاع البركانيين. كرة مع أصدقاء اللاعب أوبايونغ وتاتو. أوبايونغ مر الكرة لإبراهيم حفيظ، إبراهيم سد الكرة، إبراهيم. سمير قروش، سعيد مغايز، كرة أمامية، إمكانية هدف، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. دخل اللاعب عادل شنفر أنقذ الموقف. كرة بركانية، تشارلي أوستيندا مر الكرة إلى سمير قروش، ومحاولة من أبناء المدرب السيد الأشهب، وهدف من سمير قروش، هدف جميل. سمير قروش اليوم نعم وجه
جيد في هذا اللقاء. نعم، وجه هجومي قوي، نعم، هجمات قوية. إبراهيم حفيظ يضيع الفرصة، هجمة بركانية. سعيد مغايز، سمير قروش، مغايز يمر الكرة إلى أصدقاء اللاعب الممتاز لاعب الحسيني، كرة مع اللاعب بركاني، وهدف 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 وهدف. من الهدف؟ من زهير الحسيني. نعم، يحسن أداؤه في هذا اللقاء. هذا خطأ لمصلحة اللاعب عادل شنفر، هل فيها إيقاف أم لا؟ حكم المباراة لم يقل أي شيء. نعم، هو الحاكم في هذا اللقاء وحاكم زمان هذه المباراة. نعم، 10 مقابل 5. محاولة، أوبايونغ يسدد، أوبايونغ، وهدف يخدع الحارس السنغالي إبراهيم. أوبايونغ يسجل. نعم، كرة مع تشارلي أوستيندا، وهدف 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 وهدف. هدف آخر من اللاعب تشارلي أوستيندا، هذا الدولي الكونغولي، لاعب منتخب كونغو برازافيل. كرة ملعوبة من قبل فريق بركاني، سمير قروش، محاولة للتسجيل، كرة بركانية، هدف بركاني مرة أخرى. هدف بركاني من اللاعب صلاح الدين فارس يسجل. فارس الأهداف في هذا اللقاء. ربع ساعة على بداية الشوط الأول، 12 مقابل 6 في هذه المباراة. 6 أهداف كفارق لمصلحة الفريق البركاني في هذه المباراة. مشاهدينا أحبة الكرام، مقابل 6 في هذا اللقاء من اللاعبين القدامى في المنتخب المغربي. مميز، براجع، كذلك الإخوة إسماعيل ونور الدين وحدوي، نعم، وكذلك بن عيسى البجنوني حارس السابق للمنتخب المغربي. نعم، لاعبون قدموا مستويات جيدة. الرؤساء السابقين هناك السيد التاطبي الرئيس السابق لفريق الرابطة البيضاوية، مرحوم الجوهري الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والسيد بن حسين كان يشغل عضوا في المكتب المسير لفريق الفتح الرباطي لكرة القدم، والذي كان يرأس نادي الفتح الرباطي لكرة اليد. هناك خطأ لمصلحة فريق الرابطة البيضاوية. سمير قروش اليوم أظهر إمكانياته الجيدة، لاعب يستحق أن يلعب للمنتخب المغربي في قادم الاستحقاقات الأفريقية والعربية. 12 مقابل 6 للفريق البركاني. هذا الفريق الذي لم يكن فريقا عتيدا في الثمانينات وفي السبعينات، لكن أصبح فريقا قويا في السنوات الأخيرة. فريق يجتهد، فريق لا يكل ولا يمل من التهيئ للمباريات سواء على مستوى الدوري أو الكأس أو على مستوى المباريات الودية. هذا الفريق الذي يلعب بحس احترافي. كذلك هناك الرابطة البيضاوية، الفريق الذي لم يسبق له أن قدم اعتذارا منذ تأسيسه. نعم، فريقان لم يسبق لهما أن نزل إلى الدرجة الثانية، هما الرابطة البيضاوية والنادي الرياضي المكناسي. نعم، أين هي القدم؟ ستكون قادمة بحول الله تعالى في قادم المواسم، وانطلاقا من الموسم القادم أظن أن النادي المكناسي قادر هو وكوكب مراكشي للرجوع نفس على لقب الدوري وعلى لقب الكأس. نعم، لمنافسة نادي موردية مراكش ومنافسة الرابطة البيضاوية ونادي نهضة الرياضية البركانية. نعم، 12 مقابل 6 في هذا اللقاء. نادي النهضة البركانية متفوق في النتيجة. نعم، بالنسبة لي السيد طايف محمد من حكام هذه المباراة ومحاسب أدار نهاية كأس العالم الموسم الماضي 2012-2013، وهو لاعب سبق في نادي جماعة الحي المحمدي. هشام جيمي أستاذ التربية البدنية حكم هذا اللقاء، كان حاضرا في نهائي كأس العرش موسم 2011-2012، ولاعب سابق لنادي جماعة الحي المحمدي. بين الحكام الذين قادوا مباريات البلاي اوف بأكادير حكمان هشام جيمي وطايف محمد. نعم، بالنسبة لحكام الطاولة
كمال محمود سعيد وأستاذ التربية المدنية السلك الثاني ولاعب سابق في نادي المكتب الوطني للكهرباء البيضاوي. أما نور الدين جوهرة فهو أستاذ مدرس في التربية المدنية. هنا الفرصة لمصلحة لاعب عادل شنفر وأصدقائه وزملائه. 9 أمتار كرة بيضاوية وهناك خطأ أم لا؟ هل هناك خطأ أم لا؟ أعتقد أن هناك خطأ مشي. إذن هل هناك خطأ مشي؟ إذن هناك خطأ مشي، نعم بالفعل لمصلحة فريق النهضة البركاني الخطأ. 10 مقابل 6. تحكيم جيد من السادة طيف محمد وهشام جيمي. نعم حتى الآن مباراة تدور في أجواء رياضية عالية. السيد مصطفى الأشهب يعطي التعليمات، لم يهدأ له البال منذ بداية المباراة، واقف. نفس الشيء بالنسبة للمدرب السيد كمال جنون، مدرب له تجربة وخبرة وباع طويل هو والسيد مصطفى الأشهب في كرة اليد الوطنية. كرة مع أصدقاء اللاعب سعيد مغيز. سعيد مغيز حاول السيطرة على الكرة. إذن هناك تايم أوت، وقت مستقطع لمصلحة فريق نهضة الرياضي البركانية من أجل بعض النصائح التي يجب أن تعطى للفريق البركاني أجل تصحيح بعض الأخطاء وترتيب بعض الأوضاع في فريق البرتقالي البركاني. شفنا أحد أجمل أهداف هذا اللقاء من كلا الفريقين، هدف إبراهيم حافظ للرابطة البيضاوية، هدف لعب أوستين داون، هدف لعب أوبايونغ بالنسبة لفريق الرابطة البيضاوية في مرمى النهضة البركانية. وأهداف أخرى، هدف اللاعب صلاح الدين فارس، وأهداف كذلك لاعب زهير الحسيني. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا. هناك 112 جمعية رياضية مشكلة وفق القوانين الجاري بها العمل. هناك 10 عصب جهوية هدفها وتطوير فرق الفئات الصغرى وتنظيم تظاهرات تكوينية وجهوية. وبالنسبة لحكام المغرب في كرة اليد هناك 126 حكما، منهم كونفدراليون وفيدراليون وجهويون وحكام العصب، و112 مدربا للكبار و276 مدربا لمختلف الفئات العمرية، براعم والصغار والفتيان والشبان، و20 مدربا لفئات الإناث. وهنا فرصة ضائعة بيضاوية. ماذا يقول حكم المباراة؟ خطأ 9 أمتار للفريق البيضاوي. بالنسبة لعدد الصغار 1168 ممارسا، عدد الكبار ممارسين 3852 ممارسا. بالنسبة للشبان 1537 ممارسا، براعم 723 ممارسا، فتيان 2548 ممارسا، وإناث 640 ممارسة في كرة اليد الوطنية. فرصة فريق النهضة البركاني وهدف من سعيد مغيز، هدف آخر للفريق البركاني. نعم هدف آخر، 13 مقابل 7 في هذا اللقاء. فرصة حفيظ تاتو وكرة إلى خارج أرضية الملعب، لكن قبل ذلك الدخول إلى المنطقة ولمس المنطقة بالرجل. نعم 13 مقابل 7، بداية موفقة في هذا الشوط الأول للفريق البركاني. نعم نادي النهضة البركانية شوط أول في مستوى طموحات المدرب السيد مصطفى الأشهب ورئيس النادي السيد سمير دادي. نعم هنا الفرصة بركانية تسجيل هدف آخر. أن صد الدفاع سيكون قوي من أصدقاء اللاعب إبراهيم حفيظ. هنا تسديدة قوية من لاعب سمير قروش، تسرع في تسديد، كان معه الوقت من أجل تمرير الكرة يمينا أو شمالا، تمرير الكرة يمينا أو شمالا لزملائه. كرة مع فريق الرابطة البيضاوية من عادل شنفر. نعم رقابة كبيرة على هذا اللاعب، لو يتركوه يلعب بشكل فيه نوعا ما من الحرية لهذا اللاعب، لو يترك
نوعا ما حرا طليقا في هذا اللقاء، سيفعل يعني العجب في هذا اللقاء. لاعب كبير برخان، أيوب برخان يمر، لا يحصل على خطأ. أيوب برخان مرتكب الخطأ، ولاعب تشارلي أوستيندا. نشاهد هنا الحرقة من لاعب تشارلي أوستيندا، تصويبه صد الحارس، لكن الخطأ كان لمصلحة الفريق البيضاوي. كرة لنادي الرابطة البيضاوية، 13 مقابل 7. وصلنا إلى دقيقة 19 وتقريبا 36 ثانية. نعم 36 ثانية حسب ميقات هذا اللقاء، 19 دقيقة و36 ثانية. بقي على نهاية الشوط الأول تقريبا 10 دقائق و24 ثانية بالضبط بالتمام والكمال. فارق 6 أهداف في هذا اللقاء، 7 للرابطة البيضاوية، 13 لنادي النهضة الرياضي البركانية. هل باستطاعة فريق الرابطة البيضاوية العودة في نتيجة المباراة؟ نعم كل شيء ممكن، لكن نادي بركاني حتى الآن صفوفه منتظمة، نعم في هجماتها. صفوف الفريق البركاني منظمة وهجمات فريق البركاني جيدة. نادي النهضة البركانية الذي وضع اسمنتا مسلحا على مستوى الصد الدفاعي وهو ناجح في خطته حتى الآن. رقابة كبيرة على اللاعبين، شاهدوا هنا تضيع الكرة مع إبراهيم يمرر الكرة، يمررها إلى سعيد مغيز ملعوبة الكرة إلى من؟ إلى صلاح فارس. سعيد مغيز مرة أخرى الكرة بالتسديد، يسدد الكرة هشام بنقادي، صدها هشام بنقادي بشكل ممتاز. نعم صدها هشام بنقادي، كانت هناك إمكانية للفريق البركاني وضاعت الفرصة. نعم ضاعت الفرصة على أصدقاء اللاعب الحسيني زهير سادة الكرام. نعم كرة بركانية من سمير قروش ماذا يفعل بالكرة؟ يمررها على اليسار على الجهة الشمالية إلى مغيز، كرة مع اللاعب سعيد مغيز يتقدم بالكرة، مرة أمامية محاولة تصويب. نعم غلق الممر الأيسر لدفاع نادي الرابطة البيضاوية، غلق النافذة اليسرى بشكل جيد. عادل شنفر وهدف. عادل شنفر لا يضيع وجه لوجه، لا يضيع في 10 محاولات يضيع واحدة، لكن أن يضيع محاولات كثيرة عندما ينفرد بالحارس لن يفعل ذلك. لاعب ممتاز تشارلي أوستيندا يسدد، لم ينجح. تصدي ممتاز، تصديات الحارس هشام بنقادي في الهجمات الأخيرة البركانية كانت جيدة، وكان تموضعه جيدا في المرمى، الشيء الذي أضاع على فريق بركاني فرصة تسجيل أهداف أخرى في هذا اللقاء. والنتيجة فارق 5 أهداف لمصلحة البركانيين ممثلي منطقة الشرق أمام ممثلي عصبة الدار البيضاء الكبرى نادي الرابطة البيضاوية في هذا اللقاء على بعد 9 دقائق بالتمام والكمال. هنا وقت مستقطع، نعم وقت مستقطع طلبه المدرب، البركاني السيد مصطفى لشهب. إذن هو توقيف المباراة من أجل اللعب. اعتقدت أن هناك وقت مستقطع، لكن لم يطلب المدرب السيد مصطفى لشهب الوقت المستقطع، لكن هناك لاعب ساقط على الأرض من نادي الرابطة البيضاوي. وتحية من لاعب تشارلي أوستيندا. هكذا تكون الروح الرياضية العالية، الروح الأخلاقية من لاعب تشارلي أوستيندا الكونغولي لاعب منتخب كونغو برازافيل، إلى اللاعب الجابوني الذي كان ساقط على الأرض لاعب رقم 14 تاتو. إذا النتيجة تقدم فريق بركان بفارق 5 أهداف. وسمير قروش اليوم فاجأني مستواه صراحة وحقيقة، مستواه اليوم جيد، وحقيقة اليوم سمير قروش اللاعب المسجل الأهداف، اللاعب الفنان الذي منح الثقة للاعبين البركانيين. نعم الرابطة عليها أن تسجل الأهداف، نريد الإثارة، نريد التشويق في هذا اللقاء. لسنا مع بركان ولسنا مع الرابطة البيضاوية، لكن مع الفريق الذي يلعب أفضل، ومع الفريق الذي يستحق أن يفوز بلقب غالي على كل اللاعبين المغاربة لكرة اليد الوطنية، سواء في الدوري الممتاز أو في القسم الأول أو في القسم الثاني في كرة اليد المغربية. سادة الكرام، أنتم تشاهدون على القناة الرياضية هذا النقل مباشر من القاعة المغطاة الرياضية بن ياسين بحضور مشجع للاعبين من وزير الشباب والرياضة السيد محمد وزين الذي يحضر
انهاج وتسليم الكأس والميداليات للفائزين. هنا فرصة وهدف، هدف ممتاز من الفريق البيضاوي عن طريق من؟ عن طريق إبراهيم حفيظ. أنت تحضر في الأوقات الصعبة، أنت تحضر في الأوقات العصيبة على فريقك الرابطة البيضاوية، تسجل أهداف في وقت حاسم، تمنح الثقة لزملائك ولمدربك السيد كمال جنون. أحسنت يا لاعب، أحسنت يا رابطة، أحسنت يا مركان، أحسنت يا مدرب يا مصطفى الأشب، أحسنت يا سمير شك. سمير مرة أخرى، سمير مرة أخرى. خروج يسجل هدف 14 مقابل 9. فريق مركان اليوم نعم في مستوى جيد من الفرصة. هدف هدف هدف، نعم هدف يسجله من؟ صلاح الدين. يسجله من؟ يسجل عيسى بورعدة. رعدة هجومية للفريق المركاني. نعم هدف لفريق بركان. بورعدة أتى بالرعدة الهجومية للفريق المركاني، يسجل هدفا قد يكون حاسما في شوط أول في هذا اللقاء. 15 مقابل 9 ومحاولة بيضاوية. نعم هذا الحارس من أين أتت به بركان؟ صراحة شاهدت حراسا في مستوى كبير جدا في دوريات عربية في تونس وفي الجزائر وفي مصر، لكن لم أشاهد بالمرة حراسا كبارا أفارقة يلعبون في الدوري المغربي لكرة اليد. لكن هذا الحارس يستحق أن يكون لاعبا محترفا في الدوري المغربي لكرة اليد، في الدوري المغربي ممتاز لكرة اليد وطنية. سادة الكرام، مشجعون ومشجعات من بركان يساندون فريقهم، مشجعون من فريق الرابطة البيضاوية. نتيجة الآن فارق 6 أهداف في هذا اللقاء. نلعب الدقيقة 23 و33 ثانية. نعم 6 دقائق 27 ثانية على نهاية أحداث شوط مباراة أول. كرة مع سمير قروش، يمرر كرة إلى اليمين، كرة مع اللاعب عصام بورعدة إلى سمير قروش إلى مغايز، يتقدم مغايز بالكرة يمررها إلى الخلف، كرة مع بورعدة يسدد، ولكن ماذا يحصل على رمية جزائية وإيقاف لمدة دقيقتين. إيقاف لمدة دقيقتين للاعب فريق الرابطة البيضاوية. نعم هو اللاعب حسام بالمبخوت. نعم حسام بالمبخوت يوقف لمدة دقيقتين في هذا اللقاء. نعم هي فرصة للبركانيين. يدخل الحارس رقم 12 في الفريق البيضاوي، وهو من؟ وهو اللاعب الذي يأمل في أن يصد الكرة. نعم اللاعب يأمل في أن يصد الكرة وياسين منان. نعم ياسين منان من نادي الرابطة البيضاوية. تشارني أوستيندا وهدف، لا يضيع. تشارني أوستيندا ينجح 100% من تسجيل الأهداف عبر الرميات الجزائية. حتى الآن نجاح للفريق المركاني في تنفيذ الرميات الجزائية، شيء مهم بالنسبة لهذا الفريق. مع عادل شنفر محاولة من أصدقاء اللاعب إبراهيم حفيظ، كرة بركانية سمير قروش. ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هناك إيقاف للمباراة؟ نعم إيقاف لاعب إبراهيم حفيظ. هنا اعتبر الحكم خطأ من لاعب إبراهيم حفيظ. نشاهد هنا خطأ بالاحتفاظ أكثر بالكرة. كرة مع الفريق المركاني مع تشارني أوستيندا، كرة في اليمين، كرة مع لاعب صلاح الدين فارس من فرسان بركان في هذا اللقاء. كرة مع تشارني لسعد مغايز يسدد. الله على هدف. هو طويل القامة يرتقي فوق لاعبي الرابطة البيضاوية ويسدد كرة على يسار الحارس البيضاوي. تصبح النتيجة 17 مقابل 9. للشرف أن أعلق على واحدة من أقوى مباريات هذا الموسم. الرابطة البيضاوية والنهضة البركانية أمتعونا في الدوري المغربي الممتاز في ربع نهائي مسابقة الدوري المغربي الممتاز، ويمتعوننا نعم البركانيون والبيضاويون في هذا اللقاء. نعم في لقاء نهائي، في لقاء فوز بالكأس. هاتي الكأس الغالية، هاتي كأس الغالية. نعم
الكأس الغالية كأس العرش، كل فريق يحلم الفوز بها، تدخل في تاريخه، تدخل في سجل بطولاته، في سجل ألقابه. هنا التفوق بركاني بفارق 8 أهداف، 17 مقابل 9. 17 مقابل 9. الكرة بيضاوية الآن من أصدقاء اللاعب عادل شنفر، كرة مع حمزة مريخ. اليوم حمزة مريخ مستواه متوسط جدا في هذا اللقاء. كرة الأمام، محاولة من اللاعب الجابوني وهدف، من اللاعب الجابوني وهدف. أوبايونغ يسجل هدف، يهزم إبراهيم والهدف العاشر. 17 مقابل 10. هدف، هدف الثامن عشر للفريق البركاني. نعم، هدف آخر. من يسجله؟ من يسجله؟ هو اللاعب رقم 31 سهيل الحسيني. نعم، 18 مقابل 11 الآن بعد هدف آخر بيضاوي في شباك إبراهيم السنغالي. كرة مع سعيد مغايز، مغايز يمرر الكرة إلى عصام بورعدة، بورعدة إلى تشارني، تشارني ماذا يفعل بالكرة؟ يحصل على خطأ 9 أمتار لمصلحة الفريق البركاني. بركانيون متقدمون في النتيجة. عصام بورعدة يتقدم، هنا يمرر الكرة إلى الخلف، كرة بركانية، محاولة من أصدقاء اللاعب سمير مروش وخطأ لمصلحة تشارني وستيندا. عصام بورعدة، هدف من عصام بورعدة. طريقة تسديد الكرة ممتازة، فيها ذكاء ودهاء من هذا اللاعب. كرة مع أوبايونغ إلى تاتو، سد الكرة إبراهيم، ولكن هناك رمية جزائية لمصلحة الفريق البيضاوي. نعم، فرصة بيضاوية لتقليص النتيجة في هذا اللقاء. تصبح النتيجة 19 مقابل 11، فارق 8 أهداف. نعم، هي الأربع دقائق الأخيرة. عادل شنفر وهدف، عادل شنفر وهدف. الكرة سددت على مستوى الركن الأيمن الأعلى لمرمى الحارس إبراهيم في هذا اللقاء. تصبح النتيجة 19 مقابل 12، فارق 7 أهداف في هذا اللقاء. مشاهدينا، عصام بورعدة، كرة بركانية والمحاولة تسجيل الهدف. عصام بورعدة، بورعدة هدف. البركانيون يسيطرون على أجواء هذا اللقاء. مستوى كبير من بركان في هذا اللقاء، مستوى مغاير للمباراة الأخيرة بين الفريقين في بركان في الدوري المغربي الممتاز في ربع نهائي. محاولة وهدف آخر، اكتساح لدفاع الرابطة البيضاوية. هدف عن طريق من؟ عن طريق اللاعب البركاني وصلاح، أو هو زهير الحسيني. مشاهدينا، نعم، هدف لمصلحة فريق النهضة الرياضي البركانية. نعم، سجل الهدف الأخير للبركانيين بكاوي، مهدي بكاوي. نعم، المهدي بكاوي. مشاهدينا، 21 مقابل 13، آخر ثواني هذا الشوط الأول. والكرة الأمام، محاولة لمصلحة فريق الرابطة البيضاوية، كان تسجيل هدف وهدف يسجل بطريقة ممتازة من الرابطة البيضاوية. نعم، 21 مقابل 14. نعم، هي الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول، فارق 7 أهداف في هذا اللقاء. ممتاز فريق الرابطة البيضاوية، يريد أن يحسن من أدائه. يطلب المدرب السيد سعيد مغايز أن يقترب أكثر من اللاعبين. حمزة مريخ، إبراهيم حفيظ وهدف. إبراهيم حفيظ وهدف، هدف الخامس عشر للفريق البيضاوي. 6 أهداف كفارق. نعم، لمصلحة الفريق بركاني في هذا اللقاء. آخر ثواني الشوط الأول. نعم، كرة مع عصام بورعدة إلى سمير إلى تشارني أوستيندا، وخطأ لمصلحة فريق الرابطة البيضاوية. آخر هجمات هذه المباراة في الشوط الأول. هناك توقيف للمباراة، ولكن مرة أخرى استلف اللاعب إمكانية فريق بركاني. الآن تشارني أوستيندا، هدف لأوستيندا، هدف آخر، الهدف 22
من فريق بركان. شهيدو كيف يسدد الكرة وكيف حافظ عليها ولم تنسلق من يديه ولم تنسلق من يده اليمنى، أودع على يسار الحارس هشام بنقادي. تصبح النتيجة الآن 22 مقابل 15، 7 أهداف كفارق. نهاية الشوط الأول بفوز بركاني مستحق بفارق 7 أهداف ب 22 مقابل 15. نعم بركان كانت حاضرة. شكرا للرابطة، شكرا للنهضة البركانية. كان معكم زهير رامي بتعليق الأحداث هذا اللقاء الشوط الأول.